لها دور في اظهار الشكل الحضاري، الشكل الجميل اللي شاهدناه في مباريات الامس، ونتمنى ان هو يستمر في هذا اللقاء. تقدم لفريق يسلم لمعاذ، كرة للامام، حسين عدى واخترق لعيب مميز في الطول، واحد والثاني ودخل لقلب الملعب، وادي الكرة وصلت القلب ويرجع لايمن بيفكر في التسديد، وادي التسديده وتقع من ايده فوق، وتقع من ايده، هدف اول لمصلحة مصر المقاصة بعد خطأ من فتح دحروك. كرة تزيد من الاهداف الى الهدف رقم 6. ادي التسديده من 25 متر تقع من فتح دحروك علشان تجد حسين حمدي المتابع واقرب اللاعبين علشان يسكنها شباك زعيم الصدر، ويتقدم مصر المقاصة بهدف مقابل لا شيء. 1-0. اتصعبت فؤاد سلامة بيلعب كرة في المساحة، بيتابع حسين ويلم على طول، عنده برجة الوصول. حسين حمدي صاحب الهدف الوحيد في هذا اللقاء وهداف مصر المقاصة، بيطالب طبعا بكارت ثاني لاحمد عبد السلام، ولكن اكتفى محمود عاشور باحتساب الخطأ. لازال وادي دجله متقدم على نزل علاء الدين السيد من مواليد 92، وخرج محمد صالح الظهير الايسر ونزل علاء الدين السيد. شايف ان نادي مصر المقاصة ابتدى يخترق الجبهة. ايمن كمال لسه الكرة مع ايمن كمال، يرجع الكرة لورا وامامية لحسين حمدي. حسين حمدي برجله طويل ويرجع الكرة ورا لصاروخ. مصطفى كمال حارس مرمى مصر المقاصة ويلعب الكرة عالية طويلة. حسين حمدي ومعاه شادي. حسين تطول الكرة وتطلع بره وضربة ركنية لنادي. لسه الكرة معاه، يلعب كرة بينية حلوة 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 يا ولد يا مصطفى كمال. يطلع ويطلع الكرة على طول عند ايمن كمال. مصطفى كمال عند ايمن، نشوف اللعيب مهاري ازاي ويرقصها جدا يا جماعة. لازم ده حسين حمدي اهو، وداخل عليه دخلة جامدة ابراهيم يحيى ياخد انذار. معاه الكرة على طول حسين حمدي. حسين حمدي ويلعب كرة بالعرض وخطرة، وطلع الكرة على طول عند الصديق ومعاه حسين حمدي، يخطف الكرة ورايح حسين حمدي، وحسين حمدي وشوطه يا حسين، شوطها حلوة حلوة حلوة، لكن محمد فتحي يطلعها احلى. خطف الكرة من احمد صديق ولم الكرة اهو وهوبا حاططها في البعيدة، والله حاططها حلوة، لكن محمد فتحي طار معاه ويطلعها بايده جنب القائم الايسر. المساعدين البطل علي وابراهيم شعراوي والحكم الرابع اشرف رشاد. تبتدي الهجمه، يلعب الكوره على طول تاني، لكن تتقطع الكوره ويلعبها حسني عبد ربه، لكن تتقطع الكوره وتروح للنادي مصر المقاصة تاني، وبيعدل قدام تطلع الكوره من فؤاد سلامه بره اوت. ادي الكوره بتاعت حسين حمدي، عايز يرقص الكوره، دخل مع شادي محمد وكان عايز ضربه جزاء. هو رابع مره يحتاج على الكور، اللعيب اللي يقعد بقى يفكر في الحاجات دي مش هيخلص. هو برضه حسين حمدي اهو، وعرقله برضه بره ال 18. ده يعني عبد الله السعيد تتقطع الكوره وتروح الكوره على طول تاني مصر المقاصة، يلعبها والله حلوه. ايمن كمال لحسين حمدي، حسين حمدي ويلعبها حلوه لايمن. الشوط اللي شاطها ايمن كمال وتطلع بره مش اوفسايد اهي. حسين حمدي لعبها له حلوه، داس عليها وشاطها. هل جت الظهير الايمن لمصر المقاصة هاني حسن، تمرير حسين حمدي ينطلق، برجاله واسع، ياخد عرقله وضربه حر. لما تيجي فرصه هنتكلم. اول على فكره مباراه تجمع بين الفريقين في التاريخ، يعني تاريخ لقاء قال ما فيش فيها حاجه. انطلاقه ثاني في نص الملعب للمقاصة احمد عبد الرؤوف. حسين حمدي يا سلام، بيعدي بمهاره حلوه قوي من واحد والثاني حسين حمدي. وادي انطلاقه اماميه لفريق احمد خيري في نص الملعب تاني. احمد عبد الرؤوف، محمد ثابت صاروخ لعبد الرؤوف تاني في الشمال. المحاوله حسين حمدي بيعدي من واحد والثاني وتصويبه حلوه ولسه تاني في الشمال
المحاولة حسين حمدي بيعدي من واحد والتاني وتصويبة حلوة ولسه وخطيرة أيمن كمال ومش ممكن يوفق بالمرة. ادي الإعادة قدامنا حسين حمدي حلوة ومحمد صبحي خروج طبعا هنقول ايه باللي تسبب في الفاول. ادي الإعادة أحمد خيري إبراهيم يحيى شد متعمد تماما لحسين حمدي المتألق ويحصل النقطة الحميدة لكلا الاثنين النجمين. حسين حمدي محاولة كده للاختراق من نادي المقاصة في الجانب الأيسر. المقاصة بقول لحضراتكم في المركز التاسع برصيد 7 نقاط، له مباراة مؤجلة مع حرس الحدود. فريق السنة دي بيقدم نتائج جيدة ومستوى متميز بصراحة من الفرق أو شوط جديد مصطفى جعفر بلدية المحلة نسري والزمالك وإندي والإسماعيلي مشوار كبير وحسين عن طريق الخطأ في مرماه. وهدف ثاني سجل عن طريق اللاعب حسين حمدي اللي يتصدر قائمة الهدافين في هذا الفريق بالتساوي مع اللاعب أيمن حفني برصيد 4 أهداف لدى كل لاعب. محاولة في الجانب الأيسر في وسط ملعب فريق طلائع الجيش، محاولة مرور تدخل من أحد لاعبي فريق طبعا طلائع الجيش اللاعب على ما يبدو له حسام عبد العال، تدخل مع اللاعب حسين حمدي وخطأ لمصلحة فريق طبعا مصر المقاصة. امامنا تدخل ياسين عبد العال مع اللاعب حسين حمدي، كرة عرضية خطيرة والعرضية الجميلة من الجانب الايسر، ولكن تغطية دفاعية تأتي لاصحاب الديار في البحث عن مشوار الانتصارات. وامامنا عرضية جميلة من اللاعب حسين حمدي في اتجاه اللاعب الايفواري اللاعب اوسو، ولكن على طول الدفاع يتواجد كرة خارج الملعب الى ضربة ركنية لمصلحة فريق مصر المقاصة. اجواء رائعة هنا في هذا الملعب، في ملعب استاد الفيوم، في لقاء هو الاول من بلا رجب في الامام الى لاعب بابا اركو، مقطوعه من دفاعات فريق مصر المقاصة. معاذ الحماوي الى الامام، حسين حمدي وهيئ يمرر في الجانب الايمن عندنا مايسترو اللاعب الساحر طبعا ايمن حفني. كره ملعوبه عند اللاعب حسين حمدي، محاوله حسين بطء في حركه لاعب الفريقين حتى الان، في بطء في احداث اللقاء. نتمنى ان تكون السرعه مقطوعه الكره من اللاعب ديلزي. فؤاد سلامه، حسين حمدي محاولة الاستلام، طويل حسين ما شاء الله، طويل القامة، ولكن عاد إلى ضربات الرأس. ودي كرة أمامنا، الإعادة تأتي وتمرير اللاعب حسام أسامة، حسين حمدي إلى حسام أسامة، ولكن تقدم للأمام، ولكن أحمد حسام لاعب الظهير الأيمن في تشكيلة مصر المقاصة يوعد المحاولة. كرة حائرة بين أقدام لاعبي الفريقين حتى الآن. سيري لدى الفريقين والنقول عرب على ملعبه وبين جماهيره. يستقبل المصري وبورسعيد الفريق الجريح حينما تلقى الخسارة أمام سموحة في واحدة من كبرى مفاجآت الدوري حتى الآن. فريق سموحة كان هو أقل. معاذ الحماوي يلعب الكرة في الأمام، معاذ حسين حمدي قائد الفريق، أحمد حسام لاعب الجناح الأيمن، بدون طبعا فقدان الكرة. يعود احمد حسين حمدي ناحيه اليمين. شوف بقى الضغط من لاعبي فريق طلائع الجيش، هناك بطء في توزيع حسين في بوركينا فاسو تحت قياده الجنرال محمود الجاري. عوده لاحداث اللقاء، فؤاد سلامه يلعب فؤاد عند اللاعب حسين حمدي، في شك يعني غياب لاعب ايمن كمال عن القياده الهجوميه مؤثر بشكل كبير على قياده هجوم فكاد صاروخ. يلعب كرة عند اللاعب حسين حمدي، الدقائق الأخيرة اللحظات الأخيرة من أحداث الشوط الأول، يحاول عند اللاعب حسين حمدي والمرور من اللاعب حسين، ولكن يأتي تدخل جيش. أمامنا طبعا محاولة المرور، عرقلة تأتي من اللاعب إيهاب المحص لدى اللاعب حسين حمدي، خطأ يعني من مكان فرق مغلقة، كل الطرق مقفلة أمام طبعا هجوم فريق مصر المقاصة في هذا اللقاء وفي هذه المباراة. حسين حمدي لاعب طويل القامة، اللاعب الذي يحاول أن يمر من الناحية اليمنى، محاولة مرور من اللاعب حسين حمدي، ولكن عرقلة تأتي من دفاعات طلائع الجيش. تدخل اللاعب رضوان يوسف مع اللاعب حسين حمدي، خطأ لمصلحة فريق مصر المقاصة، خطأ لمصلحة أيمن حفني. حسين حمدي لأيمن حفني، هتاخد جميلة جدا. حسين ممكن التعديل، حسين مش ممكن، حسين مش ممكن، حسين حمدي انفراد يعني واضح
حسين اضاع فرصتين، فرصه جاءت من خلال اللاعب اوسو الى حسين، ولكن حسين امامنا في محاوله لوضع الكره في الجانب الايمن من شباك الحارس محمد الشناوي في لحظه ايمن حفني، وطلبت ايمن حفني بالنزول، نزل ايمن حفني وحاول مرور حسين حمدي، ممكن تعديل النتيجه حسين، ولكن محمد الشناوي يا سلام، محمد الشناوي اغلب والتصدي للعديد من المحاولات طبعا لاعب حسين حمدي في الشوط الثاني. ايمن حفني حسين حمدي، كرة عرضية خطيرة لمصلحة فريق مصر المقاصة، يا سلام على اللمسة الجميلة وتمريرة رائعة من اللاعب حسين حمدي إلى لاعب اوسو. طلعت محرم، يا سلام، طلعت محرم لاعب الكرة بالباطن القدم الأيمن، ولكن مرت بجوار القائم الأيسر. حسين، ممكن حسين تعديل النتيجة، مرور رائع حسين، هدف التعديل من الأيمن، ولكن مرت بجوار القائم الأيسر. حسين، ممكن حسين تعديل النتيجة، مرور رائع حسين، هدف التعديل يأتي، هدف التعديل يأتي في هذه اللقطة، يا سلام، هدف ولا أروع، هدف ولا أجمل، يأتي بتوقيع حسين حمدي. ثالثة عملها حسين، تاتا جاء بالمرة الثالثة بكل ثبات، بكل ذكاء، بكل مقودة، يا سلام على مهارة حسين. رايحة فين طريقك فين؟ بيروحوا له منين؟ هذا هو السؤال الذي طرحه حسين حمدي على الحارس محمد الشناوي. مرور ممتاز، عدى وفات بشكل رائع، انتزع الاهات في محاولة البحث عن اغلى الثلاث نقاط، وتصويبة حسين وفرحة جميلة في شباك الحارس في منصف اللحظة الأخيرة. كما نتابع مرة من هاني السيد، ومرة من عبد الله رجب، وكذلك مرور من لاعب رضوان يوسف. احمد حسن مكي القيادة التحكيمية لهذا اللقاء، الحكم الدولي محمود عاشور، المعاونة التحكيمية خالد صبحي مساعد اول، بينما المساعد الثاني محاولة الاستلام من احمد حسن مكي. مباراة سريعة، بداية حماسية كما نتابع، محاولة زملكاوية تأتي في الجانب الأيمن. حسين حمدي أطول لاعب الفريقين، وعرضية من حسين، ولكن يتألق علي فرج. قبل نهائي في لقاء انتهى لمصلحة الزمالك 2-1، وقتها سجل لحارس الحدود عمرو الدالي، بينما أحمد حسن مكي كرة مقطوعة تعود إلى الزمالك. محاولة وانطلاقة تأتي في الجانب الأيمن، تمريرة إلى حسين حمدي، مفيش راية، مفيش تسلل، كرة في الناحية اليمنى من اللاعب حسين حمدي إلى الخلف، وقد